ابراهيم فايق. يا سلام يا سلام يا راجل، يا راجل، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن يا جماعه، مش هدف، مش هدف، الكوره دي بتعزها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لأبي وأخي وارحمهم رحمة واسعة وسائر أموات المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. سر إصابة إمام عاشور وعدم مشاركته في ماتش برشلونة بالأمس. صرح الكابتن وائل جمعة المدير الإداري في فريق الأهلي أن إمام عاشور مصاب منذ ماتش الأرجنتين. بقى حضرتك خد 3 أسابيع أجازة، 3 أسابيع أجازة، ليه ما تأهلش في ال3 أسابيع؟ سؤال. قالك إن ده خطأ من طبيب الاهلي وطبيب المنتخب اللي ما تابعوش حاله اللاعب. طيب هو اللاعب كلاعب محترف وبطالب بفلوس عاليه علشان يجدد، هو انت ما تعرفش اللي انت ملك النادي اللي انت فيه، اللي انت المفروض تهتم باصابتك بدل ما تخرج وتروح مش عارف فين وتروح فين بعيلتك؟ ماشي، بس برضو النادي والجماهير ليها حق عليك. زي ما انت كده بتيجي تطالب بزيادة عقدك، زي ما انت كده بتيجي تطالب بالبونص يعلى، الاعلانات تعلى. طيب ما النادي ده ليه حق عليك، الجمهور ده ليه حق عليك، الجمهور اللي عملك، اللي انت تحافظ على اصابتك تتعالج، ولا ايه؟ تاني نقطة بقى، الفيفا بكل بجاحة باعت خطاب لاتحاد الكورة، بيقول لك لازم يعقدوا جلسة طارئة مع الثلاثي حسام حسن وابراهيم حسن ومصطفى زيكو بما بدر بعد ماتش الارجنتين. اللي حصل بعد ماتش الارجنتين، قال لك حسام حسن عمل كده عنصرية، رفع علم فلسطين، وبعد ما رفع علم فلسطين وبعد ما رفع علم فلسطين العالم كله قام وما قعدش. طيب دي حاجة. لا، ده تف على الواد اللي ماسك علم الكيان المخروم. وابراهيم حسن عمل اشارة كده بايديه. طب مصطفى زيكو عمل ايه؟ طلع قال لك الحكم نو فير نو فير. فهو حزت في نفسيتهم قوي. ما حزتش في نفسيتهم عيانا بيانا ان الحكم ظلم في كام كورة هجوم مؤكد، وكام كورة جه بيها على المنتخب المصري، لان الناس دي بتكيل بمكيالين. وانت يا هاني يا ابو ريده مالكش اي 30 لازمه في الفيفا. يا جدع شوف فوز اللقجع بيعمل ايه، شوف اللقجع بيعمل ايه. ده فريقه خسران بطولة قارية في قلب الماتش، وجاب لهم حكم من المحكمة اللي هم ابطال افريقيا. مش بقى تحقيق وشغل ورقتين وتجيب واحد وتحقق والكلام ده، لا، ده حسم لهم بطولة بره الملعب. هم خسرانين في الملعب في ال90 دقيقة او الوقت الاصلي بتاع الماتش. خسرانين حضرتك. جاب لهم حكم من المحكمة اللي هم كسبانين البطولة. وانت يا عم هاني يا ابو ريده لا ناقة لك ولا جمل في الموضوع. كل موضوعك اللي انت ايه، هنحقق معاهم. ايوه هنحقق معاهم. طيب في بقى اقاويل
ان ممكن حسام حسن وابراهيم حسن يتوقفوا 3 شهور او 6 شهور حسب ما يقال، حسب بقى طبعا التحقيقات بتاعتنا، والتحقيق هيخش دماغ لجنة الانضباط ولا لا. في اقاويل والله مش عارف اقول ايه، اقاويل بيقولك لو حسام حسن اتوقف 6 شهور ولا 3 شهور في خلال الماتشات اللي هتتلعب في خلال ال6 شهور او مدة الوقف يعني ايا تكون، هيمسكوا مين؟ حسام البدري. حسام البدري، نرجع القارة تاني، حسام البدري. يا خوفي لما يبقاش حسام البدري نبص نلاقينا اللي ماسكنا شوقي غريب، هو الحرس القديم اللي بيتعاد ده. وفي بعض من اعضاء اتحاد الكوره قال لك لازم ننزل بمعدل الاعمار السنيه. طيب يا عم هتجيب محمد الشيخ يعني بتاع وادي دجله اللي عنده 33 سنه؟ لا، ننزل بمعدل الاعمار السنيه، بدل ما يكون كابتن حسام حسن اللي عنده 60 سنه، ننزل بمعدل الاعمار السنيه نجيب علي ماهر اللي عنده 54 سنه. فكر برضه، فكر هو شباب برضه، 54 سنه شباب، 54 سنه شباب. تعالوا شوفوا بره بقى عنده 29 سنه وبيدرب فريق اول. الزمالك غدا يبدأ الدوري العام، يبدأ ماتشات الدوري العام. اتحاد السكندري، الزمالك والاتحاد السكندري. الزمالك العظيم اللي بيقف ورا الحكام المصريين، ونعم للحكام المصريين. اهو جابوا لك امين عمر، اشرب يا حبيبي. امين عمر حكما لماتش الاتحاد السكندري والزمالك في افتتاحية دوري اورا. افتتاحية غدا الساعة 8 مساء. الزمالك والاتحاد السكندري يسبقوا ماتش دجلة وزد. دجلة وزد الساعة 5، الزمالك والاتحاد الساعة 8، أبو قير الأسمدة والبنك الأهلي الساعة 8 برضه. هنشوف ايه اللي هيحصل، ويطلعوا بعد الماتش يقول لك التحكيم المصري وامين عمر ظلمنا، وهو ده الزمالك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.